انتهى. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى: واختلف العلماء هل رأى ربه صلى الله عليه وسلم أم لا على قولين. اختلف العلماء هل رأى ربه عليه الصلاة والسلام أم لا على قولين، أي هل رآه بعينه عندما عرج به صلى الله عليه وسلم. قال اختلفوا على قولين. قال: فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأى ربه، وهذه الرواية التي يشير إليها المصنف هي عند الترمذي والنسائي وغيرهما. وجاء في رواية عنه رآه بفؤاده، وهي في صحيح مسلم. فابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه في هذا روايتان: رواية أنه قال رآه هكذا مطلقة، ورواية أخرى أنه قال رآه بفؤاده، رآه بفؤاده. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت ذلك على قائله، وقالت هي وابن مسعود إنما رأى جبريل، إنما رأى جبريل. وقد ذكر المحققون من أهل العلم أن أقوال الصحابة في هذه المسألة متفقة بما فيها قول ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه روايتان: رواية مطلقة ورواية مقيدة. رواية مطلقة قال رآه، ورواية أخرى مقيدة قال بفؤاده. والصحيح أن الرواية المطلقة محمولة على المقيدة، وتكون بذلك أقوال الصحابة متفقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به لم يرى سبحانه وتعالى ربه، لم يرى ربه. وأورد المصنف هنا حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية رأيت نورا. قال ابن كثير: فهذا الحديث كافي في هذه المسألة، كاف في هذه المسألة، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه حين أسري به. وأما قوله ولقد رآه نزلة أخرى، فهذه رؤية نبينا عليه الصلاة والسلام لجبريل على صورته الحقيقية، حيث رآه صلى الله عليه وسلم مرتين. فالصحيح أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يرى ربه. وأشار ابن كثير إلى خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لم يرى ربه حين أسري به صلوات الله وسلامه عليه، لكنه سمع كلام الله من الله بلا واسطة. فهو عليه الصلاة والسلام كليم الله، كما أن موسى عليه السلام كليم الله، وهو أيضا خليل الرحمن، كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، واجتمع فيه ما تفرق في الأنبياء من مكرمات. قال: ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه، لما أصبح في قومه وقد وصل إلى مكة بغلس، يعني قبل طلوع الشمس وبعد الصبح بعد الفجر بقليل، بغلس وصل إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بهذا الخبر. وجاء في بعض الروايات أنه أول من لقي أبا جهل وأخبره بهذا الخبر، ففرح بهذا الخبر أبو جهل على اعتبار أن هذه فرصة للصد عنه، أن هذا شيء لا يصدق بزعمه، هذا أمر لا يصدق. فقال: لو جمعت لك الناس، خشي أنه يعني بظن أنه لا يثبت على هذا الخبر، قال: لو جمعت لك الناس تخبرهم بهذا الخبر؟ قال: نعم. فاجتمعوا فأخبرهم بذلك، فكانوا بين مصفق، لما أخبرهم بهذا الخبر، بين مصفق تصفيق تعجب واستنكار، وبين واضع يده على رأسه. والإنسان عندما يسمع أمرا عظيما وخبرا يعني لا يصدق أو طامة كبيرة جدا يلم رأسه. فبعضهم يصفق متعجبا من هذا الخبر، وبعضهم يضع رأسه على يده على رأسه، يعني من هذه العظيمة ومن هذه الفرية بزعمهم الكبيرة التي لا تصدق. وبدأوا يتخذونها
غرضا للصد عن دين الله. وحصل أن بعض المسلمين من ضعاف الإسلام ارتدوا، حصل أن بعض المسلمين من ضعاف، وهذا جاء في رواية صحيحة، أن بعضهم ارتد وبقي مرتدا إلى أن قتل على ردته بسبب استغلال الكفار والمشركين لهذا الأمر في الصد عن دين الله سبحانه وتعالى. أبو بكر صديق الأمة انطلقوا إليه فرحين بهذا الخبر، ووجدوا أنها فرصة لصده عن هذا الدين، فقالوا له إن صاحبك يقول أنه أسري به في ليلة واحدة، هذه الليلة إلى بيت المقدس ورجع إلى مكة في هذه الليلة. فرأسا وبدون تردد رضي الله عنه وأرضاه قال إن كان قال ذلك فقد صدق، إن كان قال ذلك فقد صدق. قالوا تصدقه في هذا؟ قال أصدقه في أبعد من هذا، وأصدقه في أبعد من هذا، وأصدقه في خبر السماء في غدوة وفي روحة. فقيل إنه سمي صديق الأمة بذلك رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هذه القصة محك في الثبات على هذا الدين، وكانت أيضا مكرمة كما قدمنا لنبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجراؤهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.